السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ ماما عبير. إحنا عارفين طبعًا كل سنة في رمضان المحلات الحلوانية بيطلعوا كده بتقليعة غريبة عشان يجذبوا الناس ليهم والناس كلها تشتري الكنافة. السنة اللي فاتت المتدحرجة، مرّة المقلوبة، مرّة المتشقلبة. السنة دي بقى بصيت لقيت بنتي بتقول لي: "ماما عايزة أشتري كنافة المكشوفة." قُلت لها: "إيه يا حبيبتي الكنافة المكشوفة ديّة؟" قالت لي: "دي طالعة ترند يا ماما وكُلّه بيشتريها وصحاباتي كلّهم اشتروها وأنا عايزة أدوقها." قُلت لها: "تدوقيها إيه يا حبيبة قلبي؟ تعالي يا حبيبة قلبي." قُلت لها: "هي بكام؟" قالت لي: "ب800 جنيه." قُلت لها: "يا لهوي! 800 جنيه! ده أنا أعمل أجعص منها ومش هنكلّفها 100 جنيه." قالت لي: "بجد يا ماما؟" قُلت لها: "آه طبعًا." قعدت بقى جِبت بقى حاجتي والكنافة وضبّطت الدنيا وعملت أحلى كنافة مكشوفة في الدنيا، زي ما أنتم شايفين كده، عظمة، 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 حلاوة وطعم يعني ما يختلفش عن أفخم محلات، زي ما أنتم شايفين كده حاجة تفتح النِفس، وأهم حاجة طبعًا الخامات لازم تكون خامات حلوة علشان خاطر الطعم يطلع حلو، زي ما أنتم شايفين كده طعم ولذاذة وحاجة كده يعني باقول لكم يعني تفتح النِفس، زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا الشياكة والجمال طبعًا أنا باغيظكم طعمها لذيذ أوي. يالّا نسمّي الله ونحط اللايك ونصلّوا على الرسول وندخل نشوفوا الطريقة ونعرف المقادير. أنا هنا معايا نُص كيلو كنافة مبيّتاها من بالليل، طلّعتها وجِبت طبق بلاستيك كده وقعدت أفرفت بيها بصوابعي، طبعًا هي متلّجة فهتتكسّر بسرعة، مش هتاخد وقت خالص. جِبت الطاسة بتاعتي الحلوة ديّة وحطيت فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، يعني زي نُص كوباية سمنة كده، وحطيت معلقة سكر بودرة، وقعدت بقى أقلِّب في الكنافة زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لكم على حاجة، علشان أطلّع كنافة طعمها لذيذ، لازم تكون السمنة أو الزبدة نوعها نضيف، مش عايزين نضحك على نفسنا. يعني عايزين نطلّع الحاجة حلوة بطعم لذيذ، بطعم زي المحلات برّه، لازم نستخدم إمكانيات يعني حلوة، وخصوصًا الزبدة، يعني زبدة أو سمنة لازم تبقى نوعها نضيف. أنا عارفة إن أسعار الزبدة غالية جدًا وأسعار السمنة غالية، بس معلش يعني إحنا مش هنعمل كنافة كل يوم. تمام كده، جِبت بقى الكنافة وقعدت أقلِّب فيها كده، طبعًا أنا موطّية النار عشان يعني ما تتحرقش منكم وتتحرق، فأنتم تقلِّبوا كده زي ما بتقلِّبوا الشعرية كده، واحدة، واحدة، أنا بقيت ماسكة المعلقتين وقعدت أقلِّب لغاية ما عطتني اللون الدهبي اللذيذ اللي أنتم شايفينه ده. ممكن تجيبوا صينية وتحطّوا فيها السمنة وتدخّلوها الفرن وتكونوا مراقبين مراقبينها عشان ما تتحرقش منكم، بس أنا باحب الطريقة اللي على النار ديّة. جِبت بقى اللي هو العسل وقعدت بقى أقلِّب، عاملين شربات ما فيش مشكلة، عندكم عسل نحل ما فيش مشكلة، الموجود متاح عندكم اشتغلوا بيه، وقلّبتها كويس وسِبتها بقى. جِبت بولة جميلة كده وجِبت الإستريتش وقعدت بقى إيه، أوضّب الإستريتش عشان طبعًا إحنا هنشتغل طب هنقلبها، فلازم نحطه نغلِّف البولة ديّة بالإستريتش، وجِبت بولة صغيّرة كده وحطيتها في النُص عشان ما هي اسمها المكشوفة بقى، فلازم بقى إيه، زي ما أنتم شايفين كده لازم نبيّنوا حتّة منها يعني. فحطيت البولة اللي في النُص ديّة وبدأت بقى يعني أساوي كده نزّلت نُص الكنافة و وقعدت أساوي بالمعلقة كويس أوي، وحاولت بقى نشيل البولة ديّة، وبعد كده قعدت بالمعلقة أساوي كده الجناب علشان خاطر لمّا آجي أقلبها ما تتفركشش منّي، فعشان يعني تعبنا ما يروحش على الفاضي، فلازم الحتّة ديّة مهمة جدًا. جِبت بقى نُص كوباية لبن ساقع حطيته في الفريزر، وبعد كده نزلت ظرف أو باكو كريم شانتيه دريم حلو أوي ده، فطبعًا هو فيه سُكّر يعني، بس سُكّره مش كتير أوي يعني.
معقول، فضربته كويس أوي زي ما أنتم شايفين كده، لغاية ما عطاني القوام الكريمي الحلو، ما تكتروش لبن علشان خاطر ما يبقاش خفيف. جِبت بقى كريمة لباني، عندي ربع كريمة لباني نزلت بيها، ورُحت ضارباها برضه عشان تدّي الطعم اللباني الجميل بتاع الكنافة اللذيذة اللي بناكلوها في أفخم المحلات الحلوانية، تمام كده؟ طبعًا في قلب البولة من جوّه جِبت بقى الفراولة، وقطّعت الفراولة زي ما أنتم شايفين كده، عشان خاطر لمّا آجي أقلبها تبقى باينة، ما هي مكشوفة بقى، مكشوفة، يعني مش مستورة. السنة الجاية بقى هيعملوا المستورة. فلازم بقى يعني أملى التجويف ده كلّه أملاه فراولة، ماشي، وبعد كده بقى جِبت الكريمة الجميلة ديّة ونزلت بشوية فراولة حلوين كده مقطّعاهم مكعبات بقى، حلقات، أي حاجة، وبعد كده يعني باقلّب كويس بالكريمة، وبعد كده بقى بانزل بالكريمة بتاعتنا الجميلة اللي طعمها لذيذ جدًا، كريمة لباني مع كريم شانتيه بيدّي طعم لذيذ جدًا. ب بالإسباتول كده بانزّل واحدة، واحدة، و باحاول بقى إيه، إن أنا الكريمة دي ما اطلّعهاش في الأطراف، يعني لازم في قلبها من جوّه، تمام كده، عشان أمّا تيجي تقطّعيها كده تبقى يعني حاجة كده جميلة أوي نازلة كده وشكلها جميل أوي، تمام كده. هي بتتعمل بالكريمة اللباني خلّي بالكم، عشان في ناس بتعمل قشطة كدّابة والكلام اللي أنتم عارفينه ده، عايزين تعملوها بالقشطة الكدّابة اعملوها ما فيش مشكلة، بس طبعًا بالكريمة اللباني بتبقى لذيذة مع الكريم شانتيه طبعًا طعم يعني فاخر من الآخر يعني، عظمة يعني. بعد أمّا حشيتها الكريمة، جِبت باقي بقى الكنافة غلّفت البولة من فوق كلّها كنافة كده، غطّيت كل الكريمة اللي أنا حطيتها بالكنافة علشان ما تطلعش براها، يعني برّه البولة. كويس أوي، وقعدت أضغط كده بالمعلقة، وجِبت بقى الstretch وقعدت بقى إيه، ألِم الstretch ده كلّه وأقفّلها كويس أوي، وقعدت بصوابعي كده أضغط عليها علشان خاطر إيه، لمّا آجي أقلبها برضه ما تتفركشش منّي وتبقى لذيذة كده ماسكة نفسها. حطيتها بقى في التلاجة لمدة ساعتين بس، يعني ما كتّرتش بصراحة. جِبت الطبق بتاعي بقى وهاقلب بقى وأعيش زي ما أنتم شايفين كده. هاقلبها بقى وأنا بقى منتظرة بقى إيه، اللحظة الحاسمة، بس أنا نسيت هاقلبها بالstretch إزاي، يعني فرحتي بيها خلّتني إن أنا نسيت أشيل الstretch. كلاكيت تاني مرّة، نزّلتها بقى وقعدت بقى أشيل الstretch ده كويس أوي، عشان كان الstretch لازق في بعضه كده. بعد كده بقى جِبت الطبق قلبتها بكل سهولة واتقلبت بكل سهولة، وكانت فعلًا جميلة، بس يعني مع الضغط اللي أنا ضغطته لقيتها مسرّبة من تحت، بس مش مشكلة هاكلها برضه ويعني طلعت لذيذة برضه. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا قلبتها ونزلت، يعني عطيتها تكّتين كده، الحمد لله إن هي إيه، ما لزقتش في البولة. زي ما أنتم شايفين بُصّوا الشكل جميل جدًا، جدًا. بس برضه الstretch من من تحت كان يعني مضايقني، بس الحمد لله يعني عدِّت على خير وطلعت قمر، 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 يعني أحسن طبعًا من المحلات ب100 مرّة يعني، المحلات بيعملوها أصغر من كده، أنا طبعًا عاملاها كبيرة وحلوة عشان الكل ياكل منها ويتبسط، زي ما أنتم شايفين كده. طَب إحنا هنسكت على كده؟ لأ طبعًا لذيذة جدًا، هنحط بقى نجيب المكسرات بتاعتنا الجميلة، فستق، عندكم أي مكسرات حطّوا، أي حاجة عندكم موجودة، سوداني حطّوا، عين جمل، بندق، أي حاجة أنتم بتحبوها حطّوه كده فوق الوش كده، وزيّنوا الطبق بتاعكم، ينفع بقى المكشوفة اللذيذة ديّة تعملوها في العزايم، هتبهر الموجودين، عندكم يعني ضيف عزيز ممكن تعملوها، جميلة أوي، عجبتني جدًا، 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 باتمنى الفيديو يكون عجبكم، وباتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي ديّة،
وبلاش تشتروا من برّه، اعملوها في البيت، بس يعني بإمكانيات حلوة، وصدقوني هتطلع أحلى من المحلات. وباحبكم كتير، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تشيّروه في كل مكان. واللي عايز يقول لي أي سؤال كده يكتبه في الكومنتات تحت، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. كانت معاكم عبير العمراوي، من مطبخ ماما عبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.